حاسس إن مزاجك بيتحول على حسب تصرفات الناس معاك؟ نفس بيقول إن التعلق الزيادة بالناس بيخلي حرفيا مشاعرك تحت رحمتهم. أي تصرف منهم سهل جدا يرفعك، وتصرف تاني برضو سهل جدا يكسرك. كل ما كنت متعلق أكتر كل ما قلقك مع الأسف بيزيد. طب إيه الحل؟ الحل مش إنك تقسى ولا إنك تبعد، الحل إنك تهدى، تحب، ولكن من غير ما تربط سعادتك على الناس، من غير ما تخلي الناس أساس قوي جدا لابتسامتك. يعني إيه؟ لما بتقدم حد وتخليه أساس لسعادتك أكتر من الله عز وجل، للأسف الله عز وجل بيعاقبك بنفس الشخص. خليت أشخاص في حياتك يقدموا في سعادتك وفي التحكم فيك بشكل كلي على الله عز وجل، الله عز وجل يعاقبك بنفس الأشخاص. الله عز وجل يغار على قلبك. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى، الله عز وجل ما قالش أي حاجة غير وكفى بالله وكيلا. يعني ما تعلقش قلبك بحد غيري، ما يبقاش أساسه وبناؤه على حد غيري. الله عز وجل يغار على قلب عبده، يعني ما تخليش قلبك يتعلق بحد أكتر من الله عز وجل. أما لما قلبك يتعلق بالله عز وجل بتفضل الناس عبارة عن ناس زيهم زيك، يصيبوا ويخطئوا، لكن مش مصدر الأمان اللي بيجيلك من الله عز وجل أبدا. خليك هادي في تعلقك، حب ولكن من غير خوف، وتسيب وبرضه من غير وجع. لا توجع نفسك ولا توجع حد غيرك. لو كلامي لمس قلبك استنيني كل يوم مع معلومة نفسية جديدة تفهمك نفسك. طمن قلبك. سلام عليكم.